في التاريخ في خونة وفي أبطال وطنيين، ولكن نادر جدا تلاقي شخص واحد يتحط في الكفتين في نفس الوقت. واحد من دول هو أشرف مروان، شاب مهندس مصري طموح اتولد في القاهرة سنة 1944، وفي 1966 اتجوز منى جمال عبد الناصر وبقى صهر الرئيس عبد الناصر ذات نفسه. وبعدها اشتغل في مكتب عبد الناصر، ولما توفى ناصر سنة 1970 احتفظ أشرف مروان بقرب من السلطة بتعيينه مستشار السادات السياسي والأمني. وبطبيعة منصبه كان مطلع على ملفات كتير مهمة وسرية. وبعد حرب أكتوبر مسك أشرف مروان مناصب كبيرة مختلفة في الدولة، وبعدها سافر لندن في الثمانينات واشتغل في عالم البيزنس. ولكن نهايته كانت لغز، لأن يوم 27 يونيو 2007 وقع من بلكونة شقته في لندن، والشرطة البريطانية ما قدرتش تحسم إذا كان اللي حصل ده انتحار ولا قتل. ووقتها ظهرت حكايات عن أوراق وشرايط خاصة اختفت بعد موته. والحقيقة إن الجدل حوالين أشرف مروان ما بدأش بعد موته بس، لأن من التسعينات بدأ يظهر في الصحافة الإسرائيلية مواضيع وتلميحات عن عميل مصري كان شغال لحسابهم وكان قريب جدا من السلطة المصرية. وفي سنة 2002 رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقت حرب أكتوبر إيلي زعيرة خرج وسماه علنا واتهمه بأنه باع أسرار مصر وبأنه هو اللي اتطوع للعمل لحساب إسرائيل. واحتجت مصر وقتها رسميا وأعلنت نفيها التام للكلام ده، وتم تسريب معلومات من الجانب المصري بأن أي تواصل تم بين أشرف مروان وبين الإسرائيليين كان تحت إشراف المخابرات العامة المصرية كجزء من استراتيجية الخداع لحرب أكتوبر. ولكن الرواية الإسرائيلية فضلت متمسكة بأنه كان بطلها الخفي وبأنه سرب لهم معلومات مهمة جدا، وكتبوا عنه كتب كتير يمكن أشهرها كتاب ذا إنجل. وبعد موته عملت مصر لأشرف مروان جنازة رسمية حضرها كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم جمال مبارك ممثلا عن والده الرئيس مبارك. وخرج الرئيس حسني مبارك بعد كده وقال: أشرف مروان قام بأعمال وطنية عظيمة لم يحن الوقت بعد الكشف عنها. والنهارده بعد أكتر من 50 سنة على حرب أكتوبر بتيجي الصحافة الإسرائيلية وبتراجع روايتها. إن دعوت أحرنوت الجريدة الإسرائيلية الشهيرة نشرت تقرير طويل ومفصل بتقول فيه إن أشرف مروان كان فعلا رأس حربة لخداع الموساد، وإنه لعب لعبة مزدوجة ببراعة لصالح مصر، وخدع المخابرات الإسرائيلية بمنتهى الذكاء والحرفة. أنتم بقى شايفين إيه؟